بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الحقائق التي أكد عليها القرآن الكريم أنه ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون طلبه المؤكد هو الهداية إلى الصراط المستقيم. لذا تجدون في سورة الفاتحة التي نقرأها لمرات عديدة في اليوم والليلة في الصلوات الواجبة وغيرها أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. بل تجد القرآن الكريم عندما يريد أن يمدح الأنبياء جميعا يمدحهم بهذا الوصف، يقول: وهديناهم صراطا مستقيما. إذا يتضح بأن الصراط المستقيم وكون الإنسان على الصراط المستقيم هذا فضلا إذا صار هو الصراط المستقيم يظهر أنها قيمة قرآنية إيجابية دعي إليها الإنسان طبعا. وبعد ذلك سيتضح بأنه هذه القيمة ليس لها حد، ليست لها درجة معينة يقف الإنسان عندها، بل أي درجة وصل إليها يمكنه أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: اهدنا الصراط المستقيم. لذا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يكرر هذه الدعوة وكان يكرر هذا الدعاء وهذه الآية في كل صلاة من صلواته أيضا، وسأبين النكتة بعد ذلك في هذه القضية. من هنا يأتي هذا التساؤل: ما هو المراد من الصراط المستقيم؟ ذكرنا في بعض الحلقات السابقة أن الإنسان خلق من نقطة وهو متوجه إلى نقطة أخرى. بعبارة أخرى أن الإنسان جاء إلى هذه النشأة لا ليبقى هنا بل ليرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني توجد هناك نقطة حركة، هذه الحركة في قوس الصعود تبدأ من هذه النشأة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى، وأنتم تعلمون إلى للانتهاء، هذا معناه أنه يوجد شيء هو الابتداء. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذا كانت هناك نقطة ابتداء وهناك نقطة انتهاء أو غاية، فبطبيعة الحال أن أقرب الطرق أو أقرب الخطوط التي توصل بين نقطتين كما هو ثابت أيضا في الرياضيات هو الخط المستقيم، هو الصراط المستقيم. إذن الصراط المستقيم هو وصف الطريق الذي يوصل الإنسان إلى الهدف. من هنا الإنسان إذا وقع على الصراط المستقيم وصار هو الصراط المستقيم عند ذلك لا يناله لا غضب إلهي ولا ينحرف أبدا قيد أنومله. لذا تجد أن القرآن الكريم في نفس سورة الفاتحة عندما أراد أن يعرف الصراط المستقيم قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء الذين أنعمت عليهم بعد ما هو الذين صاروا على الصراط المستقيم وهديناهم صراطا مستقيما. هؤلاء ما هم؟ هؤلاء لا مغضوب عليهم ولا هم من الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا خير تعريف للصراط المستقيم، أن الذي وقع على الصراط كما هو هذا الإنسان ليس ضال، لا يوجد فيه أي انحراف، أي درجة من درجات الانحراف، وليس أيضا ماذا؟ وليس إذا لم يكن فيه انحراف لا معنى لأن الله سبحانه وتعالى يغضب عليه، لأنه لم يصدر منه ما يكرهه الله سبحانه وتعالى حتى يقع موردا لغضب الله سبحانه وتعالى. جيد. من هنا يأتي هذا التساؤل واقعا: من هم على الصراط المستقيم؟ نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد
في سورة النساء القرآن الكريم بين مصداق من هم على الصراط المستقيم. في الآية 68 من سورة النساء قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. هؤلاء الذين أنعم، التفتوا جيدا، آية سورة الفاتحة قالت اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم صراط من؟ قالت صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من هم؟ قالت مع الذين أنعم الله عليهم. من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء. مراد من الشهداء هنا مو المقتول في سبيل الله، مراد من الشهيد هنا يعني الشاهد على أعمال الخلائق يوم القيامة. وهذا بحث كررناه وقلنا أن القرآن الكريم من الناحية الاصطلاحية لم يستعمل كلمة الشهيد بمعنى المقتول في سبيل الله، وإنما كلما استعمل الشهيد بمعنى الشاهد على الأعمال على أي الأحوال. قال أولئك مع الذين، إذن من يطع الله والرسول يكون مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من للبيان، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من هنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا. نحن في أبحاث عصمة الأنبياء في القرآن قلنا واحدا من أهم الأدلة على عصمة الأنبياء في القرآن أن الأنبياء وصفهم الله أنهم على الصراط المستقيم، إما من خلال هاتين الآيتين اللتين أشرت إليهما، لأن الآية قالت، الآية سورة الفاتحة قالت اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط، صراط المستقيم، هو صراط من؟ قالت صراط الذين أنعمت عليهم. ثم في آية سورة النساء بينت مصاديق الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ قالت من النبيين، والألف واللام هنا تفيد العموم كما هو على بعض المباني في علم الأصول. من النبيين، إذن كل النبيين من الذين أنعم الله عليهم لأنهم من على الصراط المستقيم. هذا مصداق أو هذه آية تشير إلى هذه الحقيقة. وكذلك عندما نأتي إلى آيات سورة الأنعام الآية 82 هناك أيضا إشارة واضحة إلى هذه الحقيقة. قال تعالى هناك ووهبنا له وتلك حجتنا آتيناه إلى أن تقول آية 84 وما بعد. قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، إلى أن قالت ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. إذن صريح الآيات القرآنية تبين لنا أن الأنبياء على الصراط المستقيم، ومن كان على الصراط المستقيم لا يمكن إلا أن يكون ماذا؟ معصوما. لماذا؟ باعتبار أنه إذا لم يكن معصوما قد يضل، قد ينحرف، وإذا انحرف يكون مورد غضب الله سبحانه وتعالى، ولا أقل على مستوى الاستحقاق لا على مستوى الفعلية، وهذا بحث آخر الآن لا أريد أن أقف عنده، ولا أقل على مستوى البحث الوضعي أو الآثار الوضعية للآثار الأخرى على أي الأحوال. إذن إلى هنا يتضح لنا أن القرآن الكريم ذكر الصراط أولا، ومن أهم الخصائص أنه لم يثني، يعني لم يجمع الصراط في القرآن، لم يقل صراط أو صراطان، وإنما ذكر ماذا؟ صراطا واحدا. اهدنا الصراط المستقيم أو هديناهم صراطا مستقيما. وكذلك القرآن الكريم
تقريبا لم ينسب الصراط إلا إلى ماذا؟ إلا إلى نفسه، إلا في هذه الآية من سورة الحمد: صراط الذين أنعمت عليهم. في قبال الصراط نجد أن القرآن الكريم استعمل السبيل أيضا، ولكنه عندما جاء إلى السبيل أفرده وجمعه، نسبه إلى الله ونسبه إلى غيره سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذه الآيات القرآنية التي تكلمت عن السبيل. قال تعالى في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أو قال تعالى في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أو قوله تعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أو قال تعالى في سورة لقمان: سبيل من أناب إلي، أو سبيل المؤمنين كما في سورة النساء، وهكذا. إذن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم عندما يتكلم عن الصراط أولا يفرده لا يثنيه ولا يجمعه، هذا أولا. وثانيا أنه لا ينسبه إلى غيره إلا ما قرأناه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. أما عندما يأتي إلى السبيل نجد أنه لا أولا أو يذكره مفردا ويذكره جمعا، ينسبه إلى نفسه وينسبه إلى ماذا؟ إلى غيره. وبهذا يتضح من خلال هذه الأمور بأن الصراط شيء والسبيل ماذا؟ شيء آخر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سبيل جيد. إذن بهذا يتضح أن الصراط في القرآن له أحكامه الخاصة، وأن السبيل في القرآن له أحكامه الخاصة. السؤال المطروح هنا بنحو الإجمال، لا أريد أن أقف طويلا لأنه عندي بحث آخر أريد أن أقف عنده، وهو أنه ما هي العلاقة بين الصراط وبين السبيل؟ ما هي العلاقة؟ الجواب أن الصراط الموصل إلى الله سبحانه وتعالى يشتمل على سبل كثيرة، يعني أن هذا الطريق الذي يصل إلى الله ليس هذا الطريق بالنسبة إلى الجميع على درجة واحدة من القيمة ومن الإيصال ومن الامتياز ومن الدرجة، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما له درجات. يعني أن الصراط مشتمل على سبل كثيرة، وإن كانت هذه السبل جميعا توصل إلى الله، ولكن بعض هذه السبل التي هي أعلاها وأكثرها قيمة توصل العبد إلى أن يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، وبعضهم لا يصل إلا إلى المقام الداني، يصل إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، يسلك سبيلا، وهذا السبيل يوصله إلى النجاة، ولكن يوصله لكي يفوز بالجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار. أما لا يصل إلى جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ذيك الجنة جنة أخرى، لا يصل إلى مقام لقاء الله. بعض الأحيان الإنسان يدعى إلى وليمة، يدعى إلى دعوة خاصة في مكان، تارة يذهب إلى ذلك المكان فيكتفي بأن يأكل ويشرب وكذا، وإن كان لا يرى صاحب البيت ولا يعرفه ولا يجلس معه، وأخرى لا، يذهب إلى هناك ليرى صاحب البيت، في الضمن أيضا يأكل، ولكن كان هدفه اللقاء بصاحب البيت. مرة الإنسان يذهب إلى الحج هناك ليطوف بهذه الأحجار وبهذه المواقع المشرفة والمقدسة، ويقوم بأعماله الواجبة عليه والمستحبة، والله سبحانه وتعالى أيضا يثيب أيضا.
ولكنه وأخرى يذهب الإنسان هناك لا للقاء أو للطواف حول هذه الأحجار، بل للقاء الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا للأوحدي من الناس. المهم أريد أن أقول أن الصراط المستقيم يشتمل على سبل، هذه السبل بعضها في أعلى الدرجات وبعضها في أدنى الدرجات. لذا من هنا تجد صريح القرآن الكريم يقول بعض هذه السبل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبل السلام، سبل السلام واقعا ليست جميعا متواطئة على درجة واحدة من القيمة، لا، هذه السبل تختلف. لذا تجد القرآن الكريم يشير بنحو واضح إلى أن بعض هذه السبل وإن كانت هي سبل الإيمان أو سبيل الإيمان، ولكنه يجتمع حتى مع الشرك. التفتوا جيدا، قال تعالى في سورة يوسف الآية 106: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عجيبة هذه الآية، دقق فيها أيها المشاهد، تدبر في هذه الآية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع أن القرآن يصرح أنه مؤمن. وما يؤمن أكثرهم بالله، مؤمن، ولكنه ماذا؟ مؤمن خالط إيمانه أو خالطت معرفته بالتوحيد ببعض الشرك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. القرآن الكريم في آيات أخرى يشير إلى هذه الحقيقة، أن بعض الناس لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بعض الناس آمنوا ولكنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذا على مستوى الأعمال. على مستوى الاعتقادات أيضا آمنوا ولكنه خلطوا المعرفة الحقيقية بالمعرفة ماذا؟ بمعرفة الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما ورد في سورة الأنعام الآية 82. هذا بنحو الإجمال أستطيع أن أقول إذن الصراط المستقيم يشتمل على سبل ماذا؟ متعددة. النتائج التي أريد أن أخذها من هذا البحث المختصر في الصراط وفي السبيل في القرآن والعلاقة القائمة بين الصراط والسبيل، في الواقع بأنه هناك عدة نتائج أساسية أحاول أن أجمل هذه النتائج في الدقائق الباقية من وقت البرنامج. هذه النتائج مهمة جدا، واقعا مهمة. أنا أشير إليها بنحو الإجمال. النتيجة الأولى أو الخلاصة أو الثمرة الأولى المترتبة على البحث المتقدم أن الطرق إلى الله سبحانه وتعالى مختلفة كمالا ونقصا وغلاء ورخصا. واقعا أن الطرق إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان أهل المعرفة يقولون أن الطرق إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلائق، أريد أن نبين هذه الحقيقة. اتضح لنا أن هذه الطرق ليست جميعها على درجة واحدة من القيمة والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. الجميع يصل إذا كان على الصراط المستقيم، إذا كان سبيل من سبل الله، من سبل السلام، من سبلنا لنهدينهم سبلنا، الجميع يصل. ولكنه أين يصل؟ يقينا لا يصل الجميع إلى نقطة واحدة، بل يختلفون في الدرجات. واجدين بأنه البعض في المسابقات لعل الجميع يصل إلى نقطة النهاية وإلى الخط النهائي، ولكن البعض يكون أول والبعض يكون ثاني والبعض يكون ثالث والبعض يكون 10 والبعض يكون 50، وهذه تختلف أحكامهم، تختلف جوائزهم، تختلف الآثار المترتبة على ذلك. كذلك الطرق إلى الله سبحانه وتعالى مختلفة. على الإنسان أن يختار ماذا؟ أن يختار أفضل هذه الطرق وأحسن هذه الطرق الذي لا يشوبه أي نقص وأي شرك وأي مشكلة. لذا واقعا نجد بأنه هذه السبل سميت في القرآن بأسماء متعددة.
فبعضها إسلام وبعضها إيمان وبعضها إخلاص وبعضها إخبات، في مقابل ذلك أيضا كذلك. لذا تجد القرآن الكريم صريحا في سورة الأحقاف قال ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ومع الأسف الشديد أن الوقت لا يسع أن أقف كثيرا عند هذه القضية، وهذا يرتبط ببحث تقدم مفصلا في سورة الرعد. الآية في سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ليس الجميع على درجة واحدة، ليس الجميع على درجة واحدة. لذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الناس يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بعض الله سبحانه وتعالى يعطيه 700 ضعف، بعض يضاعف له، بعض يقول والله واسع عليم، يعني يعطي بلا حساب. لماذا؟ باعتبار اختلاف الطرق التي سلكها السالكون للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا ينبغي على الإنسان قبل أن يبدأ الحركة والمسير والسير إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الجميع سائر إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الجميع سائر إليه، لا يختلف أحد عن أحد أبدا، الجميع سائر. ولكنه ينبغي لك قبل أن تبدأ السير ماذا؟ ينبغي عليك أن تنقي الطريق، أن تختار الطريق الذي يكون أفضل الطرق وأحسن الطرق وأنقى الطرق. هذه حقيقة لا بد أن نقبلها. أنا لا أريد أن أقول واقعا لست من أولئك الذين يقول بأنه يعتقد بالأبيض والأسود، لا، لعله كثير من المسلمين من غير أتباع مدرسة أهل البيت، أولئك القاصرون لا المقصرون لا المعاندون، أولئك القاصرون، أولئك الذين واقعا لم يصل إليهم الحق، هؤلاء أيضا ينجون، هؤلاء أيضا لسبب أو آخر لا أقل أنهم من المستضعفين وسيكونون من المرجون لأمر الله، ولكنه هذا الطريق لا يوصلهم كما يوصل الطريق الذي هو طريق أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا عندما نرجع إلى الروايات، عجيب الروايات في هذا المجال، والوقت مع الأسف لا يسع أن أقف عنده. الروايات في الفقيه وتفسير العياشي عن الإمام الصادق قال الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا اللي يريد ذلك السبيل الذي هو الصراط المستقيم فعليه باتباع أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى عن الصادق قال هي الطرق إلى الله، هي الطريق إلى معرفة الله، يعني الصراط المستقيم، وهما صراطان، صراط في الدنيا يعني له مصداقان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الدنيا اقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه في الآخرة فتردى في نار جهنم. عجيب هذا المعنى. هذه النتيجة الأولى ولا أطيل. النتيجة الثانية التي بودي أن أشير إليها وإن كان الوقت تقريبا على نهاياته، أن الصراط المستقيم محفوظ في جميع السبل، يعني أن جميع السبل لها درجة من درجات. لو فرضنا أن الصراط المستقيم درجته قيمته 100 درجة، أن كل سبيل من هذه السبل له ماذا؟ له درجة. بعض السبل له درجتين، بعض السبل له 5 درجات، بعض السبل له 10 درجات، وهكذا. إذا كان الأمر كذلك التفت جيدا، عند ذلك يستصح هذه الحقيقة، وهو أن الإنسان أي درجة من الدرجات كان، وأي سبيل من السبل الإلهية كان، وأي سبيل من سبل السلام كان،
وأي سبيل من السبل التي عبر عنها القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا يمكنه أن يطلب من الله مزيد الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، يعني كأنه ينتقل من خط سرعة المشي فيه 50 كيلومتر على سبيل المثال إلى خط آخر سرعة المشي فيه ماذا؟ 70 كيلومتر، ومن سرعة المشي 70 إلى سرعة المشي 100. ومن هنا ذكرنا في مقدمة البحث بأن حتى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، ولا منافاة في ذلك. لماذا؟ باعتبار أنه هنا أكو إشكالية يذكرها البعض، وهو أن الإنسان إذا كان على الصراط المستقيم ما معنى أنه يطلب من الله أن يهديه إلى الصراط المستقيم، وخصوصا إذا كان نبيا من أنبياء العزم، وخصوصا إذا كان سيد أنبياء العزم وهو الخاتم صلى الله عليه وآله. ما معنى أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم؟ أليس هذا من قبيل تحصيل الحاصل؟ هو على الصراط، من قبيل الإنسان هو جالس ويطلب من الله أن يجعله جالس. هو جالس، ما لا معنى. هو قائم يطلب من الله أو أن شخصا جالس تطلب منه أن يجلس، هذا لا معنى له، هذا تحصيل للحاصل. هو جالس لا معنى لأن تطلب منه أن يجلس. الإنسان إذا كان على الصراط المستقيم لا معنى أن يطلب ماذا؟ أن يطلب الهداية إلى الصراط المستقيم. الجواب أن الكمالات الإلهية وأن المعارف الإلهية وفوق كل ذي علم عليم، وقل ربي زدني علما. إذا كانت المعارف، إذا كانت الكمالات، وهذا ما أوضحناه مفصلا فيما يتعلق بأسفار السالك إلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في السفر الثاني الذي عبرنا عنه بسفر الولاية، وهو السفر من الحق إلى الحق بالحق. في كتاب من الخلق إلى الحق هناك بينت هذه الأسفار الأربعة، وخصوصا وقفت عند السفر الثاني وقلت أن الأنبياء والأوصياء والأولياء والأئمة والصلحاء والعلماء إنما تختلف درجاتهم بسبب السفر الثاني الذي هو سفر الولاية، السفر من الحق إلى الحق بالحق. إذن هذه هي النتيجة الثانية، وهو أن الإنسان بلغ أي درجة من درجات الهداية لا بد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية. وبهذا يكون هناك معنى أننا نطلب في أي درجة بلغنا من الهداية أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ورد في هذا الدعاء، وأختم به حديثي: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا نفسه ونبيه وإمامنا وإمام كل زمان، إنه ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.